حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديده. وكمان يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو، والحبايبي اللي على فيسبوك ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ومتابعه للصفحه وشير كمان للفيديو. النهارده هنعمل مع بعض قراءه، هنشوف اسرار حبيبك من خلال طاقته وطاقتك انت كمان. هنعرف كل حاجه مستخبيه انت مش قادر تعرفها او هو مش بيقولها لك. احنا هنحاول ان احنا ندخل كده جوه قلبه وعقله ونعرف ايه هي الاسرار اللي هو مخبيها عنك. بسم الله نبتدي قراءتنا. بسم الله هنبتدي مع بعض القراءة بتاعتنا. بداية كده انا شايفة ان حبيبك دوت او الشخص اللي انت فاتح عليه القراءة، الشخص ده طالع من فترة صعبة جدا فيها مشاكل كبيرة جدا جدا. فترة فيها خراب، فيها احتياج، فيها لخبطة، يعني فترة صعبة جدا. فشايفاه كان بيعاني في كل حاجة خلال الفترة اللي فاتت، وضعه صعب جدا جدا من خلال الكروت. بيعاني في كل حاجة، الماديات، الحب، البيت، الأسرة. تمام. بس شايفاه ان هو ابتدى يتغلب على المشاكل دي، ابتدى ان هو يقف على رجله. شايفة ان الشخص ده ممكن يكون لئيم شوية، فابتدى ان هو يستخدم خبثه او ذكائه او لؤمه لحد ما ابتدى ان هو يقف على رجله ويتغلب على المشاكل دي. شايفة ان الشخص ده بيبتدي ان هو يعني نفسيته تتحسن او هو يحسن نفسيته بايده. شايفاه كمان ان ممكن كان مستعجل في الاوقات اللي فاتت، كان مستعجل دايما في كل حاجة. فشايفاه ان هو ابتدى يهدى دلوقتي، ما بقاش مستعجل زي الاول، بقى عنده طاقة صبر شوية. شايفاه حاطط حواجز ما بينه وما بينك في قرارات او كلام، كلام فيه لوم او كلام فيه عتاب هو مأجله، لانه هو حاسس ان هو هياخد من طاقته وهو مش مستعد حاليا دلوقتي لأي كلام، لا نفسيا ولا ماديا ولا معنويا. هو عايز يستقر الاول وعايز يظبط اموره، وبعد كده يبقى يتكلم ويناقش ويلوم ويعاتب وكل الكلام ده. حتى غضبه وعصبيته، يعني انا شايفه ان هو كان بيغضب بسرعه، كان عصبي جدا. فشايفه ان هو ابتدى يعمل عليها كنترول. تمام، مش عايز يكون شخص وحش، عايز يكون شخص كويس. الشخص ده فاهم قوي هو عايز ايه وعارف يوصل ازاي اللي هو عايزه. فشايفاه بقى اهدى كتير جدا من الاول من جواه، لان هو مر يعني بكارما او حصل حاجه في حياته علمته الادب. تمام. طيب، شايفاه كمان ان هو ابتدى ان هو يتخطى ناس كتيره جدا ويتخلى عن ناس كتيره جدا، يديهم ظهره ويمشي. ما عدا انت، ما قدرش ان هو يبعد عنك، ما قدرش ان هو يتخطاك مهما كان عنده قوه ان هو يتخطى الناس كلها، لكن ما قدرش ان هو يتخطاك انت. تمام. فلو انت منتظر منه كلام او عتاب او لوم، هو مش هيتكلم دلوقتي خالص، لان هو مش عايز يجي على نفسه علشان حد. تمام. طيب، شايفة في شخص كمان بيحاول ان هو يقرب منه، في شخص بيحاول جاهدا ان هو يقرب منه او ان هو يتواصل معاه او ان هو يكون معاه. في حد عايز يوصل له لكن هو رافض، لان زي ما قلت لك هو ما عندوش طاقة لاي حد دلوقتي خالص. في مواضيع كتير هو معلقها فيها عتاب ونقاش زي ما قلت لك. شايفة كمان ان الشخص ده عنده قضية او عنده حاجة تخص محكمة، يعني فلو هو كسبها حياته هتتغير، الدنيا هتضحك له يعني. طيب، شايفة كمان ان الشخص ده اسرته نقطة ضعفه. تمام. بيحب جدا الاستقرار الاسري حتى لو هو مش مرتاح، لكن بيحب دايما ان هو يكون مستقر في بيته مع ولاده في وسط اهله. بيحب دايما استقرار حتى لو العلاقات دي مؤذية بالنسبة له.
تمام. طيب هنشوف كده طاقتك انت. اوكي ماشي، بسم الله. طيب بالنسبة لك انت شايف ان العلاقة دي ما كانتش متوازنة خالص، اخدت منك وقت ومجهود وسنين عمرك، والشخص ده للأسف لعب بيكوا بمشاعرك، وشايفاك ان انت منتظر تعويض، منتظر ان انت تاخد حقك من الشخص ده، دايما 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 طول الوقت مستني منه حاجة، في طاقة انتظار. تمام. شايفة ان العلاقة بالنسبة لك كان فيها خيبة امل كبيرة جدا. الشخص ده انت طول الوقت حاسس ان هو بيضحك عليك، ان هو بيتلاعب، ان هو مش واضح معاك، او في حاجة بتحصل من ورا ظهرك. فشايفاك زعلان جدا على نفسك، حزين جدا على نفسك الفترة دي. كان في حاجات كتيرة جدا نفسك توصل لها، للأسف ما وصلت لهاش. حاجات كتيرة جدا كان نفسك ان انت تعيشها، لكن للأسف ما عشتهاش. لكن رغم كده شايفين ان هو وحشك، وانت من جواك رافض ان انت تدخل في اي علاقة تانية، لان انت زي ما قلت لك منتظر، وانت في طاقة انتظار، ولان انت اتجرحت واتوجعت، فما عندكش استعداد ان انت تضيع الجرح والوجع والسنين والوقت وكل اللي انت ضيعته معاه ده على الفاضي. تمام. يعني ما عندكش استعداد تضيع كل اللي حصل دوت على الفاضي كده من غير اي هدف، رغم ان انت حاسس ان الشخص ده كان بيستغلك من جواه، كان بيستغلك علشان يوصل لحاجة. ممكن كان بيوصل يعني بيستغلك ماديا او عاطفيا او جسديا، او ان انت كنت فترة بين علاقتين، ممكن كان خارج في علاقة وارتبط بيك وبعد كده دخل في علاقة تانية. فانت طول الوقت حاسس ان انت مؤقت. تمام. مش محسسك بأهميتك في حياته، محسسك ان انت حاجة مؤقتة او مرحلة في حياته. انت خلي بالك روحانيتك عالية جدا، وقلبك دليلك، وطول الوقت بتبقى حاسس بكل حاجة بتحصل. تمام. شايفة ان العلاقة دي صعبة، فيها مشاكل كتيرة، فيها تحديات كتير، لكن انت عايز تديله فرصة تانية، لان زي ما قلت لك انت منتظره ومستنيه وعايزه. تمام. طيب ماشي. زي ما قلت لك الشخص ده مقيد جدا، مش عارف ياخد خطوة بشجاعة ناحيتك، نفسه ان هو يتحرر من القيود دي. شايفة ان هو كان عنده اخطاء كتيرة جدا في الماضي، وهي اللي وصلته للحالة اللي هو فيها دلوقتي، ان هو تعبان جدا، حاسس بالضياع، تايه، مش عارف هو عايز ايه. لكن شايفة ان الدنيا هتبتدي تتغير، شايفة عنده تغيرات في طاقته قوية جدا. هتحسن منه، لان هو من جواه عايز يتمرد على الوضع اللي هو فيه دلوقتي. تمام. لان هو تعبان جدا، وعنده استعداد ان هو يخسر اي حاجة علشان يكسب نفسه، لان هو لاقي نفسه ان هو تايه، زي ما قلت لك مش لاقي نفسه. كمان زي ما قلت لك في قرارات هو مأجلها عايز ياخدها. العلاقات دي تخص علاقتكم زي ما قلت لك برضو، او تخص حاجات تانية حواليه. شايفة ان هو عنده مشاعر ورغبة وشغف ناحيتك، في احترام لحاجات كتيرة جدا كانت ما بينك وما بينه. شايفاه نفسه ان هو يكون سعيد، بيدور على السعادة والهدوء. تمام. طيب عايزة اسحب كروت تاني. اوكي. سوري. شايفاه طول الوقت بيحاول ان هو يعني بيخبي او بيداري ان هو بيحبك، مش عايز يحسسك ان هو بيحبك، بيداري رغبته في الارتباط بيك. شايفة ان الشخص ده عايز يخليك تغير او تتعلق بيه اكتر.
تمام. شايفة ان هو عايز يرجع او عايز ياخد خطوات للرجوع، لكن لما يكون قد الرجوع. تمام. زي ما قلت لك هو بيحبك لكن مش عايز يبين لك، مش هيحسسك ان هو بيحبك، لان هو محتاج ان هو يكون قوي قبل ما يرجع لك، لان زي ما قلت لك هو عايز يرجع لكن لما يكون قد الرجوع. بيداري مشاعره، بيداري الحب، بيداري الاعجاب، بيداري الغيرة. الشخص ده حياته ملخبطة، حياته متوترة، يعني مش عارف ان هو يتصالح مع نفسه. شايف ان هو لازم قبل ما يرجع لك او ياخد خطوة ناحيتك ان هو لازم يتخطى كل مشاكله، لازم يحب نفسه الاول، لازم يدلع نفسه الاول، لازم يهتم بنفسه الاول، لان هو كمان بيحب قوي ان هو يتدلع ويخرج ويتفسح ويدخل في علاقات يعني محتاج ان هو يدلع نفسه ويشوف نفسه ويحب نفسه الاول علشان يقدر ان هو يحبك ويوصل لك طاقة الحب. شايفة ان الشخص ده يعني في حاجة غيرها في حياته بس ما قالكش عليها، في تغييرات حصلت في حياته بس هو مش عايز يقولك عليها او مش عايز يحسسك بيها. ممكن عادة سيئة هو كان بيعملها بطلها، او قاطع حد انت مكنتش حابب ان هو يكون في علاقة معاه بسببك بس مش مبين لك. تمام. آه شايفة ان الشخص ده تعرض لمشكلة نفسية في طفولته. المشكلة دي سابت شرخ كبير جدا جواه فمخليه عنده خلل في مشاعره. تمام. هو بيحبك لكن مش عايز يدي زيادة عن اللزوم، لان هو بطل ان هو يكون معطاء. تمام. عايز ياخد اكتر ما يدي، لان هو ما عندوش ثقة في اللي حواليه. ممكن ساعد حد قبل كده او وقف جنب حد قبل كده او كان معطاء بزيادة عن اللزوم لكن اتخذل او اللي حواليه ما قدروش اللي هو عمله معاهم، فهو بطل ان هو يكون معطاء. طيب. شايفة ان الشخص ده من النوع اللي بيحب يهدد كتير او يتكلم كتير ومش بيعمل حاجة، يعني بيهددك بالبعد، بالطلاق، بالانفصال، ومش بيبعد. تمام. لكن بيشوفك ردة فعلك ايه او انت هتعمل ايه. لو انت خفت وبينت له خوفك هتكون لعبته طول الوقت، هيفضل بقى طول الوقت يهدد فيك. شايفة ان الشخص ده شوية كده بيحب يكذب، وانت زي ما قلت لك في بداية القراءة انت بتحس ساعات ان هو بيلعب بيك، لكن هو مش بيلعب بيك، هو بيحب يكذب علشان يخرج من موقف لما بيبقى يلاقي شكله وحش او الموقف مش في صالحه او هيكون شكله سيء، فبيحب ان هو يخرج من الموقف، بيحب ينقذ نفسه. شايفاه عايز يكمل معاك، عايز يكون في حياتك لكن بشروط هو اللي هيحطها لك. عايز يبتدي بداية جديدة. الشخص ده شايفك اذكى منه، انجح منه في حاجات كتيرة قوي. زي ما قلت لك عايز يرتبط بيك. شايفاه هيتأخر عليك شوية، هيرجع لك لكن هيتأخر عليك شوية، لان هو عارف ان انت يعني هتصده او هتتكلم كتير، فهو عايز لما يرجع تكون معاه مبرراته اللي يقدر ان هو يقف بيها قدامك. شايفاه كمان بيتكلم مع حد عنك او عن العلاقة او بيشوره هيعمل ايه، بيحاول ان هو يلاقي حلول. هو عارف ان انت جواك كلام كتير قوي عايز تقوله له، عايز تتكلم معاه في حاجات كتيرة قوي، عايز تناقشه في حاجات كتيرة قوي، لكن هو مش هيديلك فرصة للكلام دوت غير لما يكون فعلا مستعد للرجوع او مستعد ان هو يديلك مبررات او ان هو يفهمك هو عمل كده ليه او بعد عنك ليه. تمام. طيب. دي كانت قراءة النهاردة حبايبي، اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم. يا ريت بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو. باي باي.